بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كيفكم أعزائي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم حبيت أشارك معكم كيكة الجزر بالجوز والقرفة. أول شي رح نحتاج لبيضتين أو 3 إذا كانوا الحبات صغار. عليهم معلقة فانيليا، كوب سكر، كوب إلا ربع زيت، كوب حليب بس يكون دافي، وراح أشغل على الخلاط. هون أنا نخلت كاستين طحين، عليهم معلقتين بيكنج باودر، ونص معلقة كربونة، طبعا كربونة خصوصي للحلويات، ولا تنسوا رشة الملح. هلا راح أكمل خليط الكيك، راح أفرجيكم كيف راح أسكب باقي المكونات. هلا راح أضيف الجزر والجوز والزبيب. طبعا أنا كنت بارشة أكتر من كوب، بس انتي شوفي المناسب إذا بتحبيه كتير أو شوي. هلا هون عندي أنا هون 3 معالق قرفة وفنجان زبيب، بس أنا مغبرته بالطحين حتى ما يوقع في الصينية من تحت، وتحت عندي جوز. هلا راح أخلط المكونات حتى تتجانس. وهي شكل الكيكة أو الخليط. هلا راح أديره بالصينية أو راح أسكبه بالصينية. طبعا أنا كمان مدهنتها بزيت وطحين، بتحبي تدهنيها كمان مواد تانية انت حرة، زبدة أو زيت لحاله. رح نحتاج الكريمة اللي بدي أعملها 4 مكعبات جبنة أي نوع، كوب حليب باودر، كوبين قشطة أو جيمر زي اللي بتحبيه، كوب سكر، بحط لهم يعني فنجان مي، وراح أضربهم على الخلاط وراح أفرجيك النتيجة. نسيت أحكي لكم إنه لازم تحطي معلقة فانيلا. أفرجيكم القوام تاع الكريمة. أنا بدي إياها سائلة، زدت فنجانين مي.